السلام عليكم متابعي قناة توب 10 عرب في حلقة جديدة. عند البحث بين أغنياء العالم نتوقع أن نجد أشخاصا أفنوا حياتهم في جمع المال حتى غدت التجاعيد دليلا على عمرهم الكبير، لكن الواقع شيء آخر، فالشباب أيضا منهم من وجد سبيلا لامتلاك الملايين وهو في سن صغيرة، بل والأغرب من ذلك كله هو وجود أطفال يمتلكون ملايين الدولارات التي لا يمتلكها من يكبرونهم عمرا. في هذه الحلقة سنعرفكم على أغنى 10 أطفال في العالم. المولى حسن، وهو أمير المغرب ابن الملك الحالي محمد السادس، عمره 13 سنة، لكن ثروته تقدر ب2 مليار دولار، فيما تبلغ ميزانيته اليومية 900 ألف دولار. يعيش في القصر الملكي بالعاصمة المغربية الرباط رفقة عائلته التي تمتلك قصورا عديدة أخرى في مختلف ربوع المغرب. الأمير حسن معروف بحياته المترفة وحبه للساعات والملابس الغالية، وكذلك امتلاكه طائرة بوينغ 747 ضخمة تحت تصرفه وقت ما شاء، إضافة إلى سيارة من نوع أستون مارتن ودراجات للتزلج فوق الماء. الأمير جورج، عمره 3 سنوات، لكنه من أغنى أطفال العالم بثروة تبلغ مليار دولار. هو سليل العائلة الملكية في بريطانيا، والداه هما الأمير ويليام وكيت ميدلتون. يعيش الأمير الصغير في قصر باكنغهام، فيما يستفيد من خدمات السائقين الخاصين والسيارات الفارهة بشكل متكرر، سواء في الأيام العادية وعند قضاء فترات العطل المختلفة. مع أن ثروته حاليا تبلغ مليار دولار، فإن كونه وريث العرش تزيد من احتمالية ارتفاع ثروته الخاصة. دانييل بيركهيد مارشال، وهي ابنة كل من عارضة الأزياء آنا نيكول سميث ولاري بيركهيد، وهي حاليا عارضة أزياء للأطفال. سنة 2007 توفيت والدتها بعد أن تعاطت جرعة زايدة من إحدى الأدوية المرخصة، وكان من المقرر أن ترث دانييل 44 مليون دولار جراء ذلك، غير أن معركة داخل المحكمة بينها وبين زوج والدتها السابق أدى إلى حرمانها من الإرث، غير أن ذلك لم يجعلها مثل بقية الأطفال، فما زالت تمتلك ثروة تقدر ب 12 مليون دولار، مع إمكانية لرفعها بواسطة عملها كعارضة أزياء، إضافة إلى إمكانية عملها كممثلة أيضا. سوري كروز، وهي ابنة الممثل الأمريكي توم كروز والممثلة كيتي هولمز، وتبلغ ثروة أبويها مجتمعين نصف مليار دولار، وهو ما انعكس عليها أيضا، فقيمة ملابسها وأحذيتها تقدر ب4 ملايين دولار. وفي رحلة إلى عالم ديزني سنة 2012 لم تضطر أن تقف في الصف، بل واستفادت من جناح خاص بالضيوف المميزين. أما فيما يخص وقت لعبها فهي تفضل قضاءه في منزلها اللعبة الكبيرة الذي تساوي قيمته 24 ألف دولار. ريكو رودريغيز، قد يميزه بعضكم فهو يلعب شخصية ماني في المسلسل الأمريكي مودرن فاميلي، ومع أنه ليس أحد الشخصيات الرئيسية إلا أنه صاحب أعلى دخل للحلقة الواحدة من المسلسل الذي يبلغ 125 ألف دولار. هذا الثمن كان نتيجة عقد أمضاه وهو ابن 14 من عمره، والآن هو ابن 17 بدخل سنوي يبلغ 4 ملايين دولار كمقابل لمشاركته في المسلسل، إضافة إلى قيامه بأنشطة وأعمال أخرى. نيك دلويسي، عكس الأطفال الذين ورثوا ثرواتهم من آبائهم، فهذا الطفل حققها بنفسه، فعندما كان عمره لا يتجاوز 15 سنة صنع تطبيقا لتجميع الأخبار اسمه ساملي الذي جذب إليه المستثمرين. باع تطبيقه لشركة ياهو مقابل 13 مليون دولار وهو ابن 17 ربيعا، غير أنه بعد ذلك توجه للدراسة في جامعة أوكسفورد، وهو الآن يعمل لدى شركة ياهو على مشاريع مختلفة. ورغم ما يمتلكه من ملايين إلا أنه صاحب حياة بسيطة، لكنه يمتلك ملابس غالية الثمن. فالنتينا باروما بينولت، والدتها هي الممثلة المكسيكية سلمى حاييك، والتي تبلغ ثروتها 90 مليون دولار. أما والدها فهو رئيس شركة كيرينغ، وتبلغ ثروته 70 مليار دولار. وكثيرا ما تتم ملاحظة استعمال فالنتينا لسيارة فارهة وامتلاكها لأحدث المنتجات التقنية بمجرد صدورها، وهي لم تتجاوز بعد 9 سنوات. وفي عيد ميلادها السادس كانت هديتها قصرا تبلغ قيمته 12 مليون دولار. روميو بيكهام،
وهو ابن لاعب الكرة وعارض الأزياء ديفيد بيكهام والمودية فيكتوريا بيكهام، اللذين تبلغ ثروتهما مجتمعين 600 مليون دولار. ومع أن روميو بيكهام ليس أكبر إخوته الأربعة، إلا أنه الذي حصل على أكبر قدر من المال بشكل فردي مقارنة بأشقائه. الكثير من هذه الأموال مصدره عمله كعارض أزياء. بارون ترامب بزغ نجمه بعد السباق الرئاسي لسنة 2017 لخلافة أوباما في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فهو ابن الرئيس الحالي دونالد ترامب المعروف ببذخه الكبير وامتلاكه مليارات الدولارات. ولم يختلف بارون كثيرا عنها، فقد صرحت والدته أنه يستخدم الكافيار بشكل يومي، كما أنه يمتلك طبقا كاملا خاصا به ضمن برج ترامب مليء بالألعاب والزخارف الغالية الثمن، وإحدى هذه الألعاب هي لعبة على شكل أسد. جايدن سميث وهو ابن الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث الذي تبلغ ثروته 140 مليون دولار. ثروة الأب جمع قدرا كبيرا منها عن طريق التمثيل، فهو المجال نفسه الذي دخله جايدن بقوة، فشارك في 7 أفلام من بينها آخر نسخة من أفلام ذا كاراتي كيد، كما أنه يمتلك أيضا في رصيده بعض الأغاني، وقد بدأ إضافة لكل ذلك في الترويج لمنتجات مختلفة بمقابل مادي، ما رفع ثروته الخاصة إلى 8 ملايين دولار قابلة للزيادة. ما أكثر واحد أثار انتباهكم؟ وهل منكم من يجد نفسه قادرا على تجاوز ثروة أحدهم؟ شاركونا أجوبتكم في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم والالتحاق بقناتنا لمزيد من الفيديوهات المنوعة.